مرحبا أصدقائي طلاب الصف السابع. اليوم رح ناخد درس تاني بوحدة القرآن الكريم من نعم الله عز وجل على الناس ورحمته بهم. أقرأ النص متكاملا فيه الفكر الآتية: رحمة الله تعالى في إنزال المطر، جريان السفن في البحر. الآيات 27 ل 35 من سورة الشورى. أتلو وأحفظ. وهو الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير. معنى بغوا: تجاوزوا الحد، الأعلام الجبال، يوبقهن يهلكهن بالغرق، قنطوا يأسوا، معجزين هاربين من الحساب. الآية 28: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شرح الآية: والله سبحانه هو الذي ينزل المطر من بعد أن يئس الناس من نزوله وينشر رحمته بين الخلائق، وهو الولي المستحق للحمد سبحانه. الآية رقم 29: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن العلامات الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته خلق السماوات والأرض ما أوجد ونشر فيهما من الكائنات التي تسير فيهما، وهو سبحانه قادر على جمعهم حينما يشاء. طيب، هون بس مطلوب منكم إذا الآية 28 و 29 اللي مفسرة موجودة عندكم. تعلمت من كلام الله تعالى: الله عز وجل عليم بما يصلح الخلق وما يفسد حالهم، إنما يحيا الإنسان بفضل إنعام الله عز وجل عليه ورحمته به. لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه. أختار الكلمة القرآنية مما وضع بين القوسين وأكتبها أمام المعنى المناسب لها مما يأتي: المطر الغيث، السفن الجارية هي رواكد، سواكن هي بس ثواني شوي أطلع طلاب، بس انتبهوا علي هون أنا سهوا يعني مع السفن الجارية مع جواري، وسواكن معناها رواكد. تمام طلاب؟ هيك صارت صحيحة. إذا رواكد معناها سواكن، يعني بس اقلبوا يعني حطوا هذا السطر عند هذا السطر، والسفن هي الجارية هي الجواري. تمام؟ هيك الحل: رواكد مع سواكن، الجواري هي السفن الجارية. معنى يأس وقنطوا: مخلوقات تمشي، دابة، مهرب، محيص أو مفر. أو هون إحنا شو قلنا هون بالآيات؟ إنه ما في من ولي ولا نصير، يعني ما عاد إلهم مهرب. أشير إلى الإرشادات التي استفدتها من آيات النص. من الناس من لو امتلك الثروة والمال أفسد في الأرض. صح. لا مفر للإنسان إذا أخطأ إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. كمان صح. لولا رحمة الله عز وجل وحفظه لهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة كل ما سبق. صحيح. حمل البحر، ميز الإجابة صحيحة. حمل البحر السفن وحركة الرياح التي تسيرها تلفت انتباهنا إلى قوانين الكون. هل هي تتحكم بنفسها في مصالح الناس ولا يعدلها الناس بحسب مصالحهم، ولا مسخرة من الله عز وجل لمصالح الناس؟ طبعا هي مسخرة من الله عز وجل لمصالح الناس. إذا نختار مسخرة من الله عز وجل لمصالح الناس. يعني السفن الله سخر لنا إياها ليش؟ لحتى
السفن مسخرة، طبعا حركة الرياح هي بتودي السفينة من مكان لآخر. هيك كانوا قبل ما يكون في نفط وهي الأشياء، كانوا يعتمدوا على حركة الرياح والتجديف. طبعا أتعرف أحكام الميم الساكنة. لازم نركز طلاب. أول شيء قبل ما نتعرف أحكام هون، يعني عنا شيء اسمه ميم ساكنة، في عنا حرفين، ميم متحركة وباء. تمام. إذا شفنا ميم ساكنة وبعدها باء بنقول عنه إخفاء. ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، يعني ميم عليها فتحة، ميم عليها ضمة، ميم عليها كسرة، بنقول عنه إدغام متماثل أو إدغام شفوي. الإدغام الشفوي إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة وجب إدغامها معا بغنة فيصيران ميما واحدة مشددة. الإخفاء الشفوي إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء. إذا ماذا يأتي في الإخفاء الشفوي؟ ميم ساكنة وبعد حرف الباء، وجب إخفاء الميم عنده بغنة. الإظهار الشفوي إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء من عدا الميم والباء. إذن معناتها إحنا شو فهمنا؟ إذن طلاب بالنسبة للإدغام إذا إجانا عنا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، يعني ميم فتحة ضمة كسرة، هاي اسمه إدغام متماثل. إذا ميم ساكنة وبعدها حرف الباء بنقول عنه إخفاء شفوي. الإظهار ميم ساكنة وبعدها بقية الحروف من عدا الميم والباء. شو يعني يوبقهن؟ يهلكهن. إذا يوبقهن يهلكهن. معجزين هاربين من الحساب. معجزين هاربين من الحساب. نختار كلمة هاربين. إذا طلاب يوبقهن يهلكهن، معجزين هاربين من. أكمل الجمل الآتية بما يناسبها. علمت أنني لا أستطيع العيش من دون رحمة الله تعالى ونعمه فقررت شكره والثناء عليه. علمت أن الله تعالى سخر لي كل ما في الكون فقررت استخدامه فيما يرضيه. علمت أن لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه فقررت التوبة والرجوع إليه، أو بنكتب التوكل عليه وطاعته. إذن علمت أنني لا أستطيع العيش من دون رحمة الله تعالى ونعمه فقررت شكره والثناء عليه. يعني مثلا بتقولوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهون إنه كمان نلتزم بأوامره ونجتنب ما نهى عنه. علمت أن الله تعالى سخر لي كل ما في الكون فقررت استخدامه فيما يرضيه. يعني مثلا مثل استخدام البحر مشان شو؟ مشان حركة السفن، نقل البضائع، أي على سبيل المثال. بس هو في نعم إذا ما بتقدروا تحصوا نعم الله تعالى أو بتعدوها. علمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني ما إلكن نصير وما إلكن ملجأ إلا الله تعالى، هو الوحيد اللي ما رح يخذلكم. ما بصير تعبدوا غيره، ما بصير تلجأوا لحدا غيره، فلازم التوبة والرجوع إليه والتوكل عليه وطاعته. يعني سلموا أمركم لرب العالمين. اكتب كلمة صح إلى جانب العبارة الصحيحة وكلمة غلط إلى جانب العبارة الغير الصحيحة. خلق السماوات والأرض وما فيهما دليل على قدرة الله تعالى على البعث يوم القيامة، صح. أعمال الإنسان سبب فيما يقع به من محن، صح، لأن شو الآية بتقول؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني شلون؟ مثلا إنسان عم بيظلم كتير، بيجي يوم رح يتحاسب، صح؟ ليش؟ بما كسبت أيديكم. طبعا أكيد في شيء اسمه ابتلاءات، يعني مشان يخفف وتكفير عن السيئات. صنف هذه الآيات ضمن الجدول الآتي. آية في النفس هي قانون الزوجية. آية في الأرض إحياء الأرض بعد موتها، إخراج البذور، إنضاج الثمار، تفجير العيون، حمل الناس على وسائل نقل مختلفة. آية في السماء تعاقب الليل والنهار، جريان الشمس والقمر، المدارات الفلكية المحددة في السماء، هاي بنقول عنهم آية في السماء. طبعا آية في الأرض فينا نقول تسخير البحر للركوب، يعني كمان هي تعتبر في الأرض، لأنه الأرض فيها يابسة وفيها ماء، فكمان تسخير البحر للركوب بنحطها إنه هي آية بالأرض. ليش أخذنا قانون الزوجية آية في النفس؟ لأنه إلى علاقة بالنفس البشرية والروح. آية بالسماء كل شيء بخص السماء اللي هي تعاقب الليل والنهار، جريان الشمس والقمر، المدارات الفلكية المحددة في السماء. إذن طلاب أكمل ملء الجدول الآتي. أصابكم من إدغام شفوي. ليش؟ لأنه إجانا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة. أدغمنا الميم الساكنة عند الميم المتحركة لأن الميم المتحركة من حروف الإدغام الشفوي. إذن أدغمنا الميم الساكنة عند الميم المتحركة لأن الميم المتحركة من حروف الإدغام الشفوي. أنا هون نسياني أكتب كلمة متحركة، يعني طلاب لعب بصم أحيانا أنا يعني بس
إنه انتبهوا على الملاحظات اللي بقولها. اللي متابعني من أول الفيديو مثلا في طلاب بيقولوا لي وين الأجوبة، كون حالته ورجعاني مراجعة الدرس. أنتم بمعجزين. إخفاء شفوي، أخفينا الميم الساكنة عند الباء لأن الباء من حروف الإخفاء الشفوي. جمعهم إذ أظهرنا إظهار شفوي، أظهرنا الميم الساكنة عند الهمزة لأن الهمزة من حروف الإظهار الشفوي. هون طلاب أيديكم ما لحالة، هي أيديكم ويعفو، هون دمج بيناتهم. إظهار شفوي، أظهرنا الميم الساكنة عند الواو لأن الواو من حروف الإظهار الشفوي. أصابكم من إدغام شفوي، أدغمنا الميم الساكن، إدغام شفوي، أدغمنا الميم الساكنة عند الميم المتحركة لأن الميم المتحركة من حروف الإدغام الشفوي. أنتم بمعجزين. إخفاء شفوي، أخفينا الميم الساكنة عند الباء لأن الباء من حروف الإخفاء الشفوي. جميعهم إذ إظهار شفوي، أظهرنا الميم الساكنة عند الهمزة لأن الهمزة من حروف الإظهار الشفوي. أيديكم إظهار شفوي، أظهرنا الميم الساكنة عند الواو لأن الواو من حروف الإظهار الشفوي. قم بإجراء بحث عن عيون ماء أو ينابيع في محافظتك منطقتك، مبينة مستوى الماء في كل منها مقارنة بسنوات سابقة، موجها في بحثك إلى أساليب ترشيد الماء. طبعا هذا كمان حليت لكم إياه. نجل المحافظة على هذه النعمة شو لازم تعمل. طيب طلاب، عنوان البحث دراسة مستوى الماء في مدينة حلب. مصادر المياه في منطقتنا الينابيع والعيون مثل عين التينة، نهر إقواء، أو ينابيع منطقة عفرين. مياه الأمطار والثلوج التي تساقط في الشتاء وتغذي المياه الجوفية. الآبار الجوفية، حفر الآبار في الأرياف لتأمين مياه الشرب والري. مقارنة بين مستوى المياه قديما وحديثا. قبل 20 سنة أو في الماضي كان نهر كويك يجري فيه الماء بكثافة، وكانت العيون تتدفق بقوة. وكانت العيون تتدفق بقوة. المياه الجوفية كانت على مستويات قريبة من السطح. في الوقت الحالي للأسف نهر قويق جف في فترات كثيرة، ومستوى المياه الجوفية انخفض كثيرا، وأصبحت بعض الآبار تصل إلى عمق كبير جدا. السبب بسبب قلة هطول الأمطار في السنوات الأخيرة والاستخدام المفرط للمياه في الزراعة وزايد عدد السكان بالإضافة إلى السدود الري التي أثرت على منسوب الماء. بس هلأ بشكل عام يعني صار في أمطار منيحة هاي السنة الحمد لله. اقتراحاتنا لترشيد المياه في المنزل: عدم ترك الحنفيات مفتوحة أثناء الوضوء أو غسل الأطباق، إصلاح أي تسريب نقطة المياه في الصنابير فورا. في الزراعة استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر الذي يهدر كميات كبيرة من الماء، وزراعة الأشجار التي لا تحتاج لكميات كبيرة من الماء. نشر الوعي الصحي، توعية العائلة والجيران بأهمية النعمة والمحافظة عليها لأن الماء هو الحياة. لهون بكون انتهى درسنا، إلى اللقاء.